حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في قناة شيرين في المطبخ. يا رب كده اكون في وسطكم واكبر بيكم. النهارده هنعمل طاجن الباميه باللحمه، والنهارده هنعمل طاجن سجق بالخضار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة معكم في قناة شيرين في المطبخ. أهل وأصحابي وجيراني، عايزة أخوكم في أحضان يا عبد الحليم حافظ، واخدين بالكم انتوا. النهارده الحلقة بتاعتنا مميزة يا جماعة. هنعمل النهارده طاجن البامية باللحمة، تمام. وما تنسيش الاشتراك واللايك وسبسكرايب قولي لي انت من اي بلد في التعليقات. والنهارده الخطوات بتاعتنا هنعملها مع بعضينا خطوه خطوه مع بعض. دلوقتي انا حاطه معلقه سمنه كبيره، عايزه تحطي زيت، تمام. ومعايا بصلايه مفرومه حطها بردك على النار، هم بيسخنوا مع بعض، وهنشوف الخطوات مع بعضينا خطوه خطوه. اهي طبعا انا سلقه اللحمه بتاعتي هي مسلوقه اهيت ومحضراها. طبعا انتوا عارفين اللحمه بتتسلق ازاي، هي مش قصه يعني، تمام. انا كان ممكن اجيبها على العين دي، بس العين دي صغيره اهيت. وعندي كانت حته ليا ضاني قطعتها صغيره، تمام، صغيره جدا، بتدي بقى طعم حلو للباميه. ما عندكيش ليا مفيش اصلا اي مشكله. البصلايه وحته السمنه، وهنحط دلوقتي لما السمنه تسيح هنحطي معلقه توم، تمام، فصين توم كده، وتعاملي كده وحبيش الطاجن بتاعك زي انت ما عايزه. انا عندي اهل جوزي كلهم واهلي بيحبوا الطواجن بتاعتي، انا مميزه بالطواجن والله. جربي الطواجن دي، ما تنسيش تدعيلي. ما تنسيش الاشتراك ولايك لو انت اول مره تشوفي القناه، ما تنسيش الاشتراك لو انت موجوده عندك في القناه، ما تنسيش اللايك عشان يوصلك كل جديد، ودوسي على الجرس عشان برضه يوصلك كل جديد. اللايك يا جماعه بيكبر القناه وبينتشر الفيديو، بيخلي الفيديو منتشر. طبعا الباميه بتحب الثوم، انا حاطه معلقه ثوم كبيره اهي. الباميه حبيبه الثوم اهيت. يبقى احنا معانا ايه دلوقتي؟ معانا الباميه بتاعتنا، المكونات بتاعتنا. معانا الباميه بتاعتنا، معايا بصله بشراها مع حته ليا مع معلقتين سمنه كبار، تمام، او معلقه كبيره، عايزه تحطي زيت، تمام. اللهم صل عليك يا ربي. معايا قرن فلفل، كل حاجه لوقتها. معايا ليمونه، كل حاجه لوقتها. بس دي الخطوات اللي انا هعمل ايه بيها الطاجن بتاعي. دلوقتي لما البصلايه بتاعتي تبدا تصفر، هنزل عليها بالطماطم بتاعتي، السمنه مع البصله والثوم والليا. اوعي وشك انت وهي. شفتوا بغني اهو، واخدين بالكم. فنزاتي ما تنسوش اللايك يا فنزاتي يا صغننين، ما تنسيش اللايك والاشتراك اهوت. ريحه الثوم، انا بعشق الثوم مع البصل. وبالكم بقى الليا بقى، يا لهوي على الليا. دلوقتي بقى يا ستي انت وهي البصلايه بتاعتي مع الثومه، يا لهوي على ريحه الليا. ولا نافع فينا دكاتره، والله ما نافع فينا دكاتره، ولا نخس ولا نعمل حاجه. وهننزل دلوقتي بالطماطم بتاعتنا، تمام اهي. هنحط لها بس شويه ميه كده اهي، نحط لها شويه ميه. الريحه مش قادره اقول لكم، اقسم بالله جباره، اقسم بالله جباره. دلوقتي احنا هنحط دلوقتي صلصه. عندي شويه صلصه كده، نحط لهم شويه ميه اهيت. متجيش عليك تتصرفي، ما ترميش حاجه. بحط كده معلقتين صلصه كده محترمين، ما تبقيش بخيله، تمام اهوت. وهنبدأ نحط البهارات بتاعتنا، البهارات اللي انت عندك.
عندك 7 بهارات اهي شغاله، 7 بهارات نص معلقه. عندك شويه فلفل اسود اهي نص معلقه محترمين. تمام. انا بحب بقى احط ليها بهارات لحمه، يعني ورق لورا شويه كده بتدي طعم حلو قوي، شويه جوز الطيب. انا بحط الحاجات دي بهارات اللحمه يا جماعه. ماشي. لازم تتبشي بايه الطاجن بتاعك، شويه حبهان مطحون اهوت بيدي ريحه ونكهه مش قادره اقول لكم. تمام. وهنبدا نحط معانا الملح بتاعنا اهوت، وهنحط مع ده كله زي ما انا معودتكم الطواجن بالذات يا جماعه معلقتين سكر كده صغيرين ممسوحين. تمام. وبعد كده نقلب الاشياء الحلوه دي ايه مع بعضيها زي ما انا عودتكم بردك. اول ما تدي غلوه، تمام، يا رب يكون الصوت واضح. اول ما تدي غلوه تبداي انزلي عليها بالباميه. الباميه بقى بتاعتي بعمل فيها ايه؟ الباميه انا ببقى معاها كل حاجه مخليها قرب ما انزلها على الصلصه اغسلها وانزلها على طول فين؟ على الصلصه. تمام. بصوا بقى دلوقتي الصلصه بتاعتنا زي انتم مش شايفين كده هي غليت. طبعا احنا هنغسل الباميه بتاعتنا كويس، نغسل الباميه بتاعتنا كويس. ادي مسحت الباميه اهي، ونبدا نحطها فين؟ هبدا احطها فين؟ بالراحه كده اهي. هبدا احطها كده بالراحه في الحله بتاعتنا اهي. هننزل بس ايه، هناخد بس منها شويه صلصه كده لما تتشرب. لو عايزه تانية صلصه نحط، مش عايزه خالص، عشان بس ما تبهدلش الايه، ما تبهدلش الدنيا. صوت حلو، ردوا عليا. صوت حلو. الريحه مش قادره اقول لكم، اقسم بالله ريحه وهم، ريحه وهم. هنسيبها كده. ماشي. هنعصر عليها كده ايه، ليمونه اهيت، نعصر عليها ليمونه. عايزه تحطي ليمونتين يلا حطي، تنشي ما عايزه. الليمونه دي بتدي لذه كده مع السكر مع الايه، مع الملح. جربوا مش هتخسروا حاجه، بتعلموا. انا كل حاجه بتعلمها، بس دي حاجه عجبتني تمام، ما عجبتنيش ما اعملهاش تاني، موضوع انتهى اهيت. وبتدي ريحه كده مش قادره اقول لكم مع الطاجن لما بيجي ايه بيستوي. تمام. هنحط دلوقتي معانا ايه، قرنين فلفل حلوين كده محترمين، هنحطهم كده يدوا ايه براسها دي اهي. وهنسيب الحاجات الحلوه دي كده مع بعضيها كده وما تبخلوش ماشي على الطاجن بتاعكم. ومش قادره اقول لكم ريحه الليمون ابتدت تشتغل، ريحه الليمون ابتدت تشتغل. تمام. دلوقتي احنا هنسيبها لغايه لما تستوي، وبعد ما تستوي هرجع لكم تاني هوريكم الدنيا فيها ايه. حبايبي رجعت لكم تاني وجات لي ضيوف على غفله، وادي المفاجآت بتاعت الضيوف. هنعمل النهارده مع بعضينا طاجن سجق كده بالخضار، وهوريكم هي بتتعمل ازاي. ويعني هنعمل ايه بقى، يا احنا جاهزين في اي وقت والخير كله في بيتنا الحمد لله. احنا اول هنعمل الطاجن بتاع الباميه مع بعضينا. الباميه طبعا استوت وكل حاجه. طاجن الباميه بتاعنا اهوت. هنبدا نحط اللحمه بتاعتنا، هنرصها طبعا زي احنا ما عارفين، هنرصها كده في ارضيه الايه، الطاجن. طبعا انا اللحمه دي هعملها على جزئين، اللي عايز يشرب شوربه
تمام. واللي عايز ايه ياكلها في قلب الايه الطاجن. تمام. شايفين بقى شكل الباميه؟ الباميه بتتحدث والله العظيم لوحه فنيه. تسلم ايديك يا شيري. هنبدا نحط دلوقتي الطاجن بتاعنا. نحط الباميه كده. هو الطاجن ما شاء الله كبير اهوت. نحط كل البهاريز دهيت اهوت. وهنبدأ نعمل ايه بقى تاني. اللهم صل عليك يا نبي. ده كده خلص. هيبدأ ايه يتشمع، بس احطه في الفرن. تمام. هيبدأ ايه احطه في الفرن. تعالوا بقى كده مع بعضينا نعمل الطاجن تاني عشان نحطهم الاتنين مع ايه مع بعض. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى يا حبايبي، صلوا على النبي معايا. قولوا اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي انا عندي كوسه، جزر، بصل، تمام، فلفل الوان، تمام، اي خضار عندك متاح. قشرت بطاطس قطعتها مكعبات. اوريها لكم، استنوا. متقطعه كده مكعبات البطاطس. هنحط كل الاشياء دي كده على بعضيها وهنتبلها. انا هعمل على طاجنين عشان الطاجن هيطلع معايا ايه صغير. هي فين السكين؟ الطاجن هيطلع معايا ايه صغير. هنوزع كل الاشياء الحلوه دي ايه مع بعضينا. هنحط بقى هنا اللهم صل عليك يا نبي شويه فلفل حلوين كده، ماشي، شويه السبع بهارات الحلوين كده اهيت. يلا تمام. هنحط شويه جوز الطيب مش كتير احسن يناموا عندي. تمام. واجي هنا شويه حبهان حلوين، شويه ورق لورا برضك مطحونين. تمام. هنحط اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنحط شويه الملح بتوعنا اهوت. تمام. هنجيب اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنجيب برضك قرنين فلفل حلوين كده عشان يتنططوا كده ويطبخوا اللي هما ما ياكلوش عندي. تمام. وهيتقطع عندي كده. هنقطعه كده عشان كل الاشياء دي تندمج مع بعضيها اهيت. فلفل رهيب حراق جدا اهوت اهوت. نغسل ايدينا. كل الاشياء دي كده مع بعضيها. ايه رايكم بقى في الجمال ولا الريحه؟ ونحط شويه توم. يلا عشان ما حد يحوش بقى. نحط كده حته توم محترمه كده. تمام. ونعمل الاشياء دي برضك كده زي ما شايفين اهيت. الريحه مش قادره اقول لكم، اقسم بالله شويه طواجن هياكلوا هيناموا عندي شهر، هيتلككوا ويقعدوا عندي شهر. تمام. نعمل كده نمسح مكاننا وننظف مكاننا. تمام. هنرص الاول الطاجن بتاعنا الكبير اهوت. تمام. هنحط كده شويه ايه صدق، ماشي كده اهوت اهوت. هو كده حلو عليهم. ونحط عليه شويه ايه الاشياء الحلوه دي، شويه بطاطس اهوت اهوت كده. ادي كده اول طاجن. هنعمل الطاجن الثاني اهوت.
ونحط برضه شوية الحاجات الحلوة دي عليها اهوت اهوت. كل الاشياء الحلوة دي كده، الريحة مش قادرة اقول لكم، مش قادرة اقول لكم ومش هقول. جربوا وادعوا لي، جربوا وادعوا لي، انا مش بشكر في نفسي، جربوا وادعوا لي. وبعد كده هنعمل ايه بقى في الخطوة اللي جاية بعد كده؟ تمام، حتة سمنة كده على الوش. يلا بقى برستيجتنا راحت اهوت. ونحط له بقى ايه الورق الألمونيا. عارفين احنا نسينا ايه بقى يا حلوين؟ نسينا نحط ليا والعين الجوانب اهو عشان تدي ريحة، عشان تدي ريحة كده. تمام اهيت. تمام، هنحط بقى ايه معلقتين كده سمنة. هنحط هنا طبعا هو اصلا كده السجق لازم ايه، لازم ينزل سمنة عشان الدهون اللي فيه. ماشي اهو كده. وهنعمل ايه تاني؟ هنحط شوية مية كده بس كده. وبعد كده نعمل الفويل بتاعنا عليه. طبعا ما عنديش ورق زبدة، تمام، مش هيجرى حاجة. نص ساعة، ساعة الا ربع، وكلي احلى طاجن خضار بالسجق. طاجن خضار بالسجق اهوت. وهنعمل التاني نفس القصة، بس البامية انا مش هعمل فيها اصلا اي حاجة. عندي في الفرن بتاعي مسخناه، هقدر احطه اهو. الف هنا وشفا عليهم. هحطهم في الفرن وبعد كده هخرجهم للتقديم. حبايبي رجعت لكم تاني، ودي الطواجن بتاعتنا. بصوا الطاجن عامل ازاي، بيتحدث عن نفسه. بصوا الطاجن التاني بيتحدث عن، بصوا البطاطسايه، بصوا مش قادره اقول لكم. بصوا يا رب الصوره تكون واضحه. تمام، ودي الباميه بتاعتنا، ودي طاجن الخضار بالسجق، ودي الباميه بتاعتنا اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ودي كانت الحلقه بتاعتي النهارده حبايبي. يا رب تكون كده حلقه جميله استفدتوا بيها. تمام، وشرفتوني ونورتوني في قناه شيرين في المطبخ. تمام، لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش الاشتراك، لو انت مشتركه عندي ما تنسيش اللايك عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تدوسي على الزر بتاع الايه، بتاع الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.